ثاني مارتينيز في هذه الليلة، ويكتفي بأندر الحدادي في قيادة هجوم بارباسترو. على الجانب الآخر فليك اختار النهاردة في حراسة المرمى وللمرة الأولى يظهر رقم 14 ويقوم عليها يوم 7 يناير 2024. من الجانب الأيسر تصل الكرة إلى ليفاندوفسكي، يبدأ به مدرب فليك في هذا. ما معتادين كل أسبوع إن هم يستقبلوا استلام من ديونج، يلف مقرب له الحدادي، اتلعبت الكرة للابن العاق لمدينة برشلونة في الدور الماضي حراسة. لم يلعب من وقتها تشيزني ولكنه يلعب الآن حراسة المرمى، و 34 سنة من كاسيت طلع بقدمه اليمنى يلفها جميلة جدا، والرأسية من كوندي. بالفعل كوندي يطير لفوق ويصطاد الكرة العرضية ويلعبها بالراس في اتجاه المرمى، لكن تمر بجوار القائم. لكن عرضية بابلو هذه النسخة من الكوبا ديل ري هذا العام الثالثة لبارباسترو بعد ما تخطى عرضية من جديد وليفا والرأسية مارتن، وتاني الكرة عالية داخل قدر ممكن من الصعوبات. يعني عرضية مرة تاني من كويس الحدادي، انطلاقة مرة أخرى. المرة مشكلة داني أولمو، كرة مرة أخرى عرضية والرأسية لكن تضيع. كام كرة عرضية وصل بها برشلونة إلى منطقة جزاء بارباسترو، ويبدو أن هذا سيكون هو السيناريو. على كورته ما تضيعش منه، لكن يقع وضاعت الكرة ويخبطها في النهاية سانتيغوسا ويجيب منها رمية تماس. ادي فيرمين لوبيز، وراحت الكرة في اتجاه المرمى لكن ينقذها ارناو، يردها مرة تاني كوندي، يسهل المهم في هذه المباراة. ترجع الكرة مرة تشيزني بالاشتراك مع البولندي، لعب عليه وده اللي بيسعى من اجله البارسا امام، لكن ما توصلش الخافيتو. تعود فرينكي دي يونغ، جري كوندي اخذ طويله الامام في نص ملعب برشلونه، وادي الرأسيه على لعيبه بارسا. ادي الكوره وعرضيه اولى من باريرا تاني فيرمين، التسديد مع يرجع مره تاني من بابلو، لعبها تاني عاليه داخل منطقه الجزاء وليفا، لكن يبدو ان هناك خطأ. يتم ايجاد حلول نوعين من المشاركه، والمشكله الكبيره انطلق بيدري وكانت هجمه مرتده بالفعل خطيره جدا، ومره اخرى الرأسيه اراوخو، المره دي اراوخو لكن يبعدها ارناو الى ركنيه جديده من الجانب الاخر. هذه الرأسيه واراوخو رغم انها مفاجاه ورغم انها سريعه لكن نزل لها لتحت ولعبها في رفع راسه ليفا فين دي يونغ عاليه ورأسيه جول. جاء الهدف الاول، يسجل برشلونه اول اهداف المباراه واول اهداف العام الجديد 2025. جاء الهدف عن طريق إيريك جارسيا، الرأسيه بعد محاولات وبعد تصدي وبعد تألق من أرناو فابريجا حارس المرمى اللي أمامنا على الشاشة، لكن جاء إيريك ليسجل ويصل إلى شباك بارباسترو بعد 17 دقيقة. هذه الكرة والرأسية بالفعل إيريك جارسيا يفتتح التهديف لبرشلونة في هذا اللقاء، وفي دقيقة من أول دقيقة اعتماد على الكرات العالية، اعتماد على بيدري 16 من 18 نادي في 1-3، والعرضيه فين ليفا هناك يصطادها جارسيا في شباك ارناو. مره تتلعب الكره ثانيه الى بيدري والتسديده بلمسه واحده، فيرست تايم ياخدها بشماله بالفعل فيرمين، لكن تمر بجوار القائم وبعيد عن المرمى وتنجمه. تتلعب مره ثانيه فيرمين على الارض، وادي ال1-3 جميله جدا. فرينكي بيحاول يبدا هجمه سريعه على الجانب الايمن، يا ولد يتفوق المره دي كون جراوند، هو بيدي التعليمات تتلعب الكره عاليه. جول. هي الكرات الثابته المره دي. ليفا يطير لفوق ويصطادها ويسكن الكره في شباك ارناو ويجعلها ثنائيه في الدقيقة 31
في الدقيقة 31 برشلونة يجد الشباك من جديد، هذه المرة عن طريق ليفاندوفسكي. لا يوجد تسلل، طار ليفا لفوق، لمست في احد اللاعبين، اعتقد في باوتيستا، لمست في باوتيستا او في اوسكار ارويو، لمست في ارويو واستقرت في شباك ارناو فابريجا. ليفا يسجل ثاني اهداف برشلونة في هذه المباراة. ليفاندوفسكي يلعب على الارض وتحرك رائع، شباك ارناو فابريجا. تتلعب الاثنين النهارده مش بيلعبوا، ادي مرة ثانية موجودين كالعادة عالية داخل منطقة لبرشلونة. الركنية الرابعة والرأسية ومرة ثانية، لكن راحت بعيد المرة دي من اراوخو وبره الملعب ضربة مرمى، لكن بيحاول اراوخو المرة الثانية في هذه المباراة. ترجع الكرة مرة أخرى إلى توري والتسديدة، لكن راحت في منتصف المرمى سهلة بين إيدين أرناو فابريجا. الكرة وادي الانفراد ومرة أخرى ليفا اللي لعبها وحطها حلوة، وتاني على حدود منهم هدفي فوز. برباس تقدم لديوم لفيرمين، استعد الملعب يلعبها الكوندي، يدخل لجوه الكوندي ويمرر 1-1 ثم الفوز على اخير في اخر ليفاندوفسكي. وادي التحرك من توري والثالث بيضيع، الثالث بيضيع من البلاو براون. هذه الكرة تصل الى يا ولد ياخذها لنفسه، تتلعب عالية داخل منطقة الجزاء ناحية اليمين إلى كوندي، عرضية مرة أخرى في الكاس والباقي طبعا في الشامبيونز. هادي ليفا جول، ليفا أما ليفا يا سلام، الهدف الثاني لليفاندوفسكي في هذه الليلة والثالث للبارسا. وخلاص كنا بنقول ان هو وضع قدم في ثمن النهائي، لا ليفاندوفسكي وضع قدمي العملاق الكتالوني في ثمن النهائي. لا يوجد تسلل، المساعد لم يرفع الرايه، السيد ايفان هرنانديز لم يرفع رايته. ليفاندوفسكي يستغل الفرصه، يمشي ويروح وينفرد ولا يخطئ امام ارناو فابريجا ويجعلها ثلاثيه. اذا ليفا لسه جيرارد مارتن، ليفا حاول يستلم دلوقتي، ممكن داني مارتينيز ممكن يتحرك وخروجه واثنين الغلطة جول، الغلطة بفورة، وبابلو توري يكلل جهوده طوال المباراة ويجعلها رباعية. هي حفلة يا سيد مارتينيز، هي حفلة تهديفية، لا مفر من الحفلة ولا مفر من انك تحضرها وتبقى ضيف شرف الحفلة كمان. حفلة تهديفية للبارسا في المونيسيبال دي ديبورتس، هدفين في الشوط الاول، هدفين في الشوط الثاني، ولسه النتيجة قابلة للزيادة والمباراة لسه فيها أهداف. هذه الكورة لكن رائع بابلو توريه، بقول لكم يعني عامل لقاء. الغلطة اللي غلطها، الخطأ اللي ارتكبه جميلة جدا. يجري كوندي لك محاولة والثانية على مرتين يا ولد، يلعبها على حدود منطقة الجزاء نفذ منهم واحدة وفاضل له الثانية. هل تتطابق كده مرة تاني؟ هوجو يعدي، الكرة حاليا هو الثالث 38 نقطة. جافي عفوا أمامية في الكرة مرة تاني عالية إلى الأمام، تصل مرة تاني إلى الرعبي، كرة على الأرض لكن يخلصها 6 دقايق. فيرمين يلحقها، والله فيرمين. قرار الأهلي بشأن تجديد عقد الشناوي. الأهلي يناقش طلبات محمد الشناوي حول تجديد عقده مع الفريق. الإدارة تسعى لحسم مستقبل الشناوي لضمان استقراره مع الفريق. الشناوي يعتبر من العناصر الأساسية في تشكيل الأهلي خلال السنوات الأخيرة. القرار النهائي سيؤثر على استراتيجية الفريق في الموسم المقبل. تابعونا لمزيد من الأخبار الرياضية.